السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. راني جيتكم بهذا الفيديو متنوعة، يعني كانت فيها 4 أنواع. عطيتكم هكا مقتطفات، عطيتكم أفكار هكا باش كانت طلبية تاع عمرة كما راكم تشوفوا فيها البنات. كانت متنوعة، نقول لكم تبعوا لي لا فيديو من الأول للآخر هكا باش كامل تستفادوا ونصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. القاعدة الأولى راح نبداو بلا بات سابلي تاعي. لا بات سابلي درت فيها 500 غرام مارغرين، كاس ونصف سكر ناعم كما راكم تشوفوا. انا كنت باغي نخلط بالباتور، انتي ديري بالبيترا ولا بيدك، مهم لازم الخليط يولي لنا على شكل كريمه. هنا كما راكم تشوفوا درت 3 حبات بيض كاملين ونزيدوا 2 صفار بيض، ولا تقدروا تروحوا حتى ل3 صفار بيض، ونخلطوا هاد المكونات بالباتور. كاس غير ربع تاع الزيت ولافاني، نخلط كامل المكونات حتى نتحصل على شكل كريمه. هنا راح نكمل نخلط البنات، وانا ندخل في هذاك لازم يكون تخدموا في باسينه تكون تكون شويه مبلعه، مش كيما انا خدمت في هذه شويه تغبنكم. بعد ما كملت خلطتهم وولوا لي تحصلت على هذه الكريمه، راح نبدا نجمع بالفارينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. البنات هنايا لاباط صابلي تاعكم ما تنشفوهاش بزاف بزاف، يعني ما تكونش يابسه وما تكونش فاني تلاصق في اليد. كي تكون يابسه راح تجيكم ناشفه في الماكله، البنه ما تجيش شابه. وكي تكون تتلاصق في اليد راح يتغير لكم الشكل تاعها. اللي تقول لي هنايا الصابلي تاعك ما تضيفيلهش لا ليفور، انا اكثريه الصابلي يعني كميه قليله اللي ندير لها لا ليفور، بصح اكثريه الصابلي ما نديرلهاش لا ليفور. انا البنات انا كنت قسمت الصابليات تاعي على شفتوا 3 قطع، كل قطعة وكيفاش راني باغي نخدم بها، يعني كل وحدة والطابع اللي راح نخدم به. ونحلها كيما راكم تشوفوا، نحليتها هكا بالحلال ونجيب الطابع اللي راح نخدم به. يعني الاولى راه عندي كيما شفتوا كنت خدمت لي سيجار، كنت خدمت صابلي بريستيج على شكل القلب، واحد صغير وواحد كبير، وكنت خدمت هذاك اللي يجي شويه مدور. يعني هذوك لي سيجار كنت خدمتهم يعني نورمالمون ما درت لهمش ما صورتهمش. هنا بعد ما كملت صابري تاعي دخلته للفور يطيب، ونجي هنايا باش نحضر هذاك القوالب تاع الشوكولا اللي كنا خدمناهم، يعني اللي كنتو شفتوهم في بداية الفيديو. ذوبت كمية تاع الشوكولا وراح نعمرها بهذا الشكل، ندير الطبقة الأولى ونزيد الثانية، وإذا شفتها مخصوصة راح نزيد لها طبقة ثالثة، ومن بعد نعمروها. هنا ان شاء الله كامل تستفادوا من هذا الفيديو، خاطش يعني فيه افكار هكا متنوعه، ماشي وصفه واحده ولا. والوصفه الثانيه كما راكم تشوفوا درت هذا القلب اللي راكم تشوفوا فيه، اللي يجي مزخرف اللي يخرج، يعني كنا خدمنا به بزاف صراحه. هذو الطلبيات كانوا عندي قبل رمضان حتى لدروك باش راني نحط لكم فيهم. نروحوا للحشو الاول، كان فيها كيلة تاع بيمو مطحون مع كيلة تاع كاوكاو محمص ومطحون، ونحلمهم بالكراميل. كراميل انا كنت خدمته في الدار البنات، نلمهم حتى اللي تولي عندي هكا عجينه، يعني تكون شويه تتلاصق ما تكونش ناشفه، باش هكا كي طول الكاطو تاعي يقعد لي معلك، ما يقعدش يعني ما يجينيش ناشف. وراح نعمر هذا القوالب بهذا الحشو اللي كنا خدمنا به الاول. حشو بزاف بنين وبزاف ساهل. نعمرهم كامل، نمسح كيما راكم تشوفوا، ونلصق عليهم لاباط صابلي تاعي اللي خدمتها قبل، اللي كنت يعني كنا خدمناها في بداية الفيديو. هذه هي ندير لها كمية تاع الشوكولا ونحط عليها الحبة تاعي تاع الصابلي، عفوا حبة تاعي تاع الشوكولا. وهذا هو النوع تاعي الاول، دوك من بعد نشوفوه مزيان. ونروحوا للنوع الثاني تاع القلب الثاني. القلب الثاني بعد ما كنت كملته، انا كنت جبت سوبر كريم ولا ديكور جيل تاع البيستاش، بصح ما ننصحكمش به، هذا ما يشيش باب كامل. انا درت كميه يعني في كامل الحبات يعني في القاعده. تقدروا ديروا غير شوكولا، يعني هذا الكريمه فيها ليكستري بزاف قاطع، يعني ماشي بنينه صراحه.
نكمل العمر كامل، درت فيها كمية من هذاك الديكور جل بذوق ألف بيستاش. والحشو كنت خدمت كيلة بيمو مع كيلة كاوكاو مع كيلة حلوى الترك، وكنت درت لهم ملعقة تاع شوكولا أتاغتيني ولميتهم بالعسيلة وملعقة تاع كونفيتور، جافاني ذوق بزاف هايل وبزاف بنين. نكمل نعمرهم كامل كيما نهاك، ونلصقهم بالصابلي تاعي اللي كنا خدمناه مع بعض. هنا شوية جاني هذاك الصابلي صغير، لكن كي ندير لي كيسات كانت تغطت لي الحبة، يعني كان لازم عليا نكبر المول وانايا ما كبرتهش، جاتني شوية صغيرة. نعمر كامل الحبات تاوعي بهذه الطريقة ونلصقهم كاملين ونروح نشوفوا الكاطو تاعنا. بعد ما كنت هنايا شوفوا لي هنا هذا كنت درتها في الكيسات ودرت لها التزيين هذه تاع الكعبة، درت لصقتها بشويه تاع شوكولا ولا غلوكوز هي كيما تبغي، مسحتهم بالناكري ودرت لهم هذا التزيين. وهذه هي الوصفة تاعي البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم. عطيتكم وصفتين في فيديو واحد. الثانية كنت رشيت عليها ملمع ذهبي سائل ودرت لها عمرة مقبولة من الفوق، وهذو لي سيجار اللي راكم تشوفوا فيهم وصابلي الاخرين، يعني كنت عمرتهم بحشوات اخرين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفتين لي نهار اليوم، تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللي شافت لا فيديو تاعي وصلت لحد الان نقولك خلي لي جيم وخلي لي تعليق وبارطاجوا لا فيديو اذا بغيتوا، يعني اذا امكن. وهذا هما وصفاتي لنهار اليوم. قولوا لي نتوما شاكم باغيين اش ندير لكم، ماش هكا نلبي لكم طلباتكم وندير اي وحده شراهي باغي. انا كي تكون عندي وصفه راح نصورها لكم اكيد، وانتوما ما تبخلوش عليا بالجيم وبالتعليق والبارطاج. ودعوه خير، نقول لكم نلتقي في فيديو اخر ووصفه اخرى. مع السلامه.